أصحابي في كل مكان، صباح الخير عليكم. ده ميعاد حلقة جديدة من حلقاتنا في شمس وقمر. النهاردة هيكون معانا مجموعة من أصحابنا هنتعرف عليهم، وكمان هنلعب معاهم، وكمان أهم حاجة هنبتدي يومنا بشوية رياضة. هيكون معانا مجموعة من أصحابنا بيحبوا الرياضة، هنتكلم معاهم عن اللعبة اللي هم بيلعبوها، وكمان هنلعب معاهم شوية. خليكم معانا، أكيد هتتبسطوا. شفنا اصحابنا وهما بيتدربوا دلوقتي في مجموعه العاب مع بعض. هنتعرف على الالعاب دي اكتر وبشكل موسع مع دكتور اسماعيل. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ اول حاجه عايزين نشرح لاصحابنا التمرين اللي كانوا بيتدربوه الاول. عباره عن 5 العاب، صح؟ ممكن نعرفهم؟ هو احنا اكاديميه. فكره الاكاديميه ان احنا بنعلم الولد ان هو يبقى عنده مهارات، جميع المهارات اللي هي ممكن يستخدمها في الدفاع عن نفسه. كل لعبه بتبقى ليها خصائص مختلفه عن لعبه تانية. ففي مثلا عندنا لعبه زي البوكسنج، احنا عندنا 5 العاب. البوكسنج دي رياضه بيلعب بايده بس، طبعا دفاع وهجوم ومباريات. وفي لعبه زي الكيك بوكسنج، دي رياضه بتجمع ما بين اللكم والركل، اللاعب بيضرب فيها بايده وبيضرب فيها برجله. وعندنا في رياضه تانية اللي هي الماي تاي. الماي تاي دي زي الكيك بوكسنج بالظبط، بس فيها ضرب كمان بالكوع والركبه. في عندنا رياضه بتجمع ما بين 3 رياضات، اللي هي المصارعه والبوكسنج والكيك بوكسنج، اللي هي اسمها الكونغ فو. وفي رياضه اللي هي الاخيره اللي دي ظهرت مؤخرا، اللي هي الام ام اي. دي رياضه بقى اللي هي الاختصار للميكسد مارشال ارتس، اللي هي فنون القتال المختلطه. دي بيلعب فيها اللاعب جميع الالعاب القتاليه بما فيها الشغل اللي هو الجريبلينج والجيجيتسو والاخضاع على الارض والتثبيت على الارض. ده ال5 العاب اللي احنا بنمرنهم. طبعا دوت ما بيحصلش في وقت واحد، يعني احنا بناخد كل فتره بنمسك مع الطفل او البنت او الولد ان احنا نركز على الايد فقط لحد ما الولد يوصل لمستوى كويس جدا، بيلعب بايده كويس دفاع وهجوم، وبيقدر ينفذ ده كمان في المباريات وفي الماتشات. بعد كده بنبدا نعلمه الكيكس، الركلات. بعد كده برده لما بيوصل لمستوى كويس بنبدا نخش معاه في مهارات تانية زي الضرب بالكوع والركبه. طبعا في كل مرحله من ديت بنخش في مسابقات تبع الاتحاد، من ضمنها اختبارات الاحزمه اللي طبعا للاتحاد. بنعمل لقاءات وديه، بطولات وديه ما بين الفروع بتاعه الاكاديميه، لان الاكاديميه هي لها اكتر من فرع على مستوى الجمهوريه. فبنعمل لقاءات وديه، بنبدا نشارك الولاد في البطولات اللي مناسبه لسنهم تبع للاتحاد، وبنبدا نتدرج معاهم واحده واحده. احنا هدفنا ان احنا ان شاء الله في يوم من الايام يبقى عندنا ابطال عالم كمان في اللعبه، فده طبعا بيحصل بشكل متدرج. شكرا لحضرتك. احنا بس هستأذنك دلوقتي يا دكتور اسماعيل، انا اتكلم بقى ايه مع الشباب اللي كانوا معاك النهارده في التمرين. قولي لي اسمك ايه؟ رفايدة. رفايدة، ايه اللي خليكي تقولي لمامي وبابي انا عايزه اجي اتعلم كونغ فو وكيك بوكسنج؟ عشان أدافع عن نفسي. اشمعنى جت في دماغك الفكره دي؟ هل مثلا اتعرضتي في وقت من الاوقات لحد ان حد ضايقك او عمل حاجه حسيتك ان انت عايزه تتعلمي تدافع عن نفسك؟ لا، عشان ما كنتش متعودة ان انا اخرج يبقى في حد يضايقني، فكنت عايزة ان انا اتعلم الرياضة دي عشان اقدر ادافع عن نفسي لما اخرج. اوكي ماشي يا رفايدة. وانتي اسمك ايه؟ حبيبة اسماعيل. حبيبة اسماعيل. قولي لي، انتي بتحبي اللعبه اللي انتي بتلعبيها ولا لسه كده بتفكري تغيري رايك في لعبه تانية؟ لا، طب ايه اكتر حاجه بتحبيها في اللعبه؟ بحب ان انا اروح لها لاني اتعلم ان انا ادافع عن نفسي وما حد يجي يضربني او يضايقني اضربه من غير. طب افرضي مثلا في المدرسه حصل كده، هروح مني نفسي اضربه ولا لازم اروح الاول للمدرسه؟ ما ينفعش ان احنا نضرب بعض، صح؟ لازم اشتكي المدرسة. لو فضل يضربني انا مش هشتكي المدرسة، اضربه. بصي، احنا بنتعلم اللعبه القتاليه دي علشان ندافع عن نفسنا، مش عشان احنا نضرب حد، صح؟ اه. اسمك ايه؟ اسمي باسل. باسل، قولي انت بتحب الكونغ فو والكيك بوكسينج؟
اه اتدربت حاجه قبل كده ولا دي اول حاجه تجرب تدربها؟ دي اول حاجة جربت اضرب. بقالك قد ايه بتتدرب؟ 3 شهور. 3 شهور ومبسوط فيها، عايز تكمل؟ اه ايه اكتر حاجه بتعجبك في اللعبه دي؟ الكونغ فو. الكونغ فو اكتر حاجه؟ اوكي. ايه اسمك ايه؟ عبد الرحمن اسماعيل. عندك كام سنه يا عبد الرحمن؟ 6. 6 سنين. بتحب اللعبه دي قوي؟ اه قولي ايه اكتر حاجه انت بتحبها فيها؟ الكونغ فو. الكونغ فو. وقولي انت ليه اصلا قررت ان انت عايز تتعلم اللعبه دي؟ عشان لو في حرامي كده جه وانا في الشارع اقدر ادافع عن نفسي. تقدر تدافع عن نفسك. اوكي، وتقدر تدافع كمان عن لو حد متعرض لموقف صعب، فحد مثلا هجم عليه ولا حاجه تقدر تدافع عنه، صح؟ اه بس احنا مننا لنفسنا كده ممكن نروح نضرب حد. لا ما ينفعش كده. برافو عليك، شاطر. اسمك ايه؟ احمد. عندك كام سنه يا احمد؟ 8 سنين. 8 سنين. قولي بقالك قد ايه بتتدرب على الكونغ فو والكيك بوكسينج؟ 4 شهور. 4 شهور. طيب وايه رايك في اللعبه بقى دلوقتي؟ فرقت معاك في ايه في حياتك؟ اللي انا ادافع عن نفسي. دافع عن نفسك. أوكي. اسمك ايه؟ علي. علي. عندك كام سنه؟ 6 سنين ونص. 6 سنين. انت اللي قلت لمامي عايز تيجي تتدرب ولا هي اللي قالت لك ايه رايك تعالى نجرب حاجه جديده؟ يعني ده كان اقتراح هي اللي منك. قالت لي. هي اللي قالت لك. اوكي. وبعد لما جربتها عجبتك؟ اه. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ فايدة. رفايده. عندك كام سنه يا رفايده؟ عندي 6 سنين. بقالك قد ايه بتتدربي؟ 3 شهور. 3 شهور. وبتروحي تحكي لاصحابك بقى عن اللعبه اللي انت بتتدربيها؟ تقولي لهم ايه؟ سهله صعبه؟ لا، سهلة. سهله. اه. حسيتي ان انت بقيتي اقوى بعدها؟ طب والقوه اللي بقت موجوده عندك دي دلوقتي نستخدمها امتى؟ مش عارفه. لما نبقى عايزين ندافع عن نفسنا، صح؟ صح. اوكي. اسمك ايه؟ بسمله. عندك كام سنه يا بسمله؟ 10. قولي لي بقالك قد ايه بتتدربي؟ بقالي كتير. كتير يعني قد ايه؟ مثلا سنه؟ عارفة اكتر. طيب وايه، وعجباكي اللعبه؟ حابه ان انت تكملي فيها؟ اه تضربي حاجه تاني معاها ولا دي بس؟ انا بتدرب سباحة معاه. اوكي. طب والرياضه بقى بشكل عام بقى، انت كده بقى رياضيه، بتلعبي العاب كتير. الرياضه فرق ايه بقى معاكي؟ مخليكي تقدري تذاكري اكتر وتركيزك اخباره ايه؟ كويس. احنا دلوقتي فقرتنا خلصت وكمان الحلقه بتاعتنا خلصت. هنقول دلوقتي مع اصحابنا باي باي. مين صوته عالي؟ انا صوتي عالي قوي. مين زيي؟ سيلين. يلا نبص هنا نقول باي باي. باي.